من فترة كنت منزلة فيديو بتاع لانشون الدجاج، وكنت عاملاه بشكل رفيع زي اللي بره موجود في الهايبرات وفي السوبر ماركت. حلو جدا اللانشون ده. هنعتبره مثلا لو هنعمل بيتزا بالبيبروني هنعتبره هو بديل للبيبروني، طعمه حلو جدا. من احلى طرق اللانشون الطريقة دي، مش هتلاقوها في اي قناة مصرية الطريقة دي، ولا في جبنة ولا في بيض ولا دقيق ولا العك ده كله. ده طريقة بجد يعني نفس طعم الجاهز بل واحلى وانضف. والتلت كيلو انا بعمله بيديكي 750 جرام، ويقعد معاكي 15 يوم في التلاجة. بيعمل 2 رول، بيعمل رولين حلو جدا جدا. كده بعد ما خلصنا بندخل البيتزا بتاعتنا الفرن. بس هنا انا مسويها على مرتين، يعني غير الطريقه اللي انا بشتغل بيها، غيرت المره دي الطريقه. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، اختاروا الكل علشان يوصل لكم كل جديد. هنعمل هنا العجينه. نزلنا هنا بكوبايه ميه دافيه 250 مللي، ربع كوبايه زبادي، ومعلقه صغيره سكر، وهنضيف معلقه كبيره زيت، وهنضيف معلقه كبيره خميره فوريه. الزيت هنا مش لازم تحطي ربع كوبايه زي ما كنا بنحط ربع كوبايه، لا هي المعلقه كافيه او المعلقه الكبيره حلوه جدا. والعجينه بتاعتك هتلاقيها حلوه قوي قوي. العيش الفينو اصلا في المخابز مش بيتضاف له على فكره اي ماده دهنيه. كده هنضيف عليهم هنا نص كيلو دقيق، 500 جرام، 3 كوبايات ونص من الاكواب المعياريه. بس الدقيق هنا بيختلف في امتصاص السوائل. ممكن اللي انا استعملته خلاص كده مظبوط معايا المقدار بتاع الميه. ممكن الدقيق اللي انت استعملتيه يحتاج مثلا معلقه ميه حسب نوعيه الدقيق. الدقيق ده اسمه شيف نوفا او الشيف نوفا، مش عارفه شيف ولا الشيف نوفا، بس حلو جدا بصراحه. في المخبوزات والكيك انا جربته ممتاز جدا. ما كنتش بجيبه بس لقيته موجود الفتره دي فعجبني. بعد ما بنعجن بناخد عجينه بالطريقه دي طريه بس مش بتلزق في ايدينا. هنجيب بوله هندهنها زيت او نرش حبه دي، ونغطيها بستريتش راب او كيس نظيف ونخليها تختمر. بعد ما تختمر بقى هنفش الخمر وهنقطعها 3 كور. ال3 كور هنعمل بيهم 3 بيتزايات، كل بيتزا مقاس 28. ال3 بيتزايات هياخدوا معانا كيلو جبنه موتزاريلا. شوفوا انتوا بتشتروهم مثلا من بره بكام. الطريقة مختلفة هنا، ولذلك هتلاقي طعم البيتزا نفسه مختلف. الصلصة هنا أنا ما عملتش الصلصة اللي هي بتاعة الصلصة البيتزا الإيطالي. البيتزا الإيطالي موجودة، أنا منزلها في القناة قبل كده. أنا عملت الصلصة العادية اللي هي عادي. بجيب طماطم، جبت نص كيلو، اللي بيزيد بشيله في الفريزر على فكرة. جبت نص كيلو، ضربته في الخلاط، صفيته، حطيته في حله، قعد يغلي لغايه لما السبك. بعد ما السبك ضفت عليه معلقه صغيره سكر، وضفت نص معلقه زعتر، وضفت ملح، وضفت فلفل اسود، وضفت كمان نص معلقه ريحان. بس كده. وبعدين ضفت عليه معلقتين زيت زيتون. كل ده بعد ما طفيت النار طبعا. ده الصوص اللي انا استخدمته. لو حابين تعملوا الصوص الايطالي بتجيبي بصله صغيره، وبتجيبي توم مثلا 3 فصوص توم، بتضربيهم مع بعض في الكبه، وبعدين بتنزلي بمعلقتين زيت في الحله او في الطاسه، وانزلي عليهم بالثوم والبصل، دبليه، انزلي بعصير الطماطم، وانزلي بنفس البهارات اللي انا قلتها، وبس خلاص. وبعد ما تستوي تطفي البوتاجاز عليها. بالنسبة للبيتزا هنا الصينية مدهونة زيت. بناخد العجينة بعد ما فردناها بنسكنها في الصينية. حاولي الأطراف ترفعيها سنتي، نص سنتي، علشان لما بننزل بالصلصة ما تلزقش معاكي في الصينية بره بعد ما تستوي. فاحنا بنعمل بس الحافة دي علشان كده، يعني علشان الصلصة ما تطلعش مننا بره. سواء هتعملي الصلصة دي هتعملي الصلصة بتاعت البيتزا الإيطالي مش هتفرق، بس هي فرقة في التيست بتاع البصل والثوم. اللي مش بيحب الطعم قوي يعمل دي. لو انت بتحب الطعم قوي بتاع الصلصة خلاص اعملي اللي فيها بصل وثوم. احنا بنحب دي اكتر، بنفضل دي اكتر. بس وانا لاحظت حاجه، لاحظت ان الصلصه دي طعمها اخف من التانية بكتير قوي. التانية بتحس ان هي تقيله. بعد ما خلصنا كده بنحط الصلصه بتاعتنا، بننزل بالخضار، طماطم وفلفل وزيتون وبصل جوليان، بس كده. الفرن بنخليها في البدايه على درجه حراره 200. ليه؟ انا بس يا دوب يعني هدخلها الفرن تاخد بصوا 3/4 تسويه بس، مش اكتر من كده، علشان تاخد من تحت لون ذهبي والعجين معايا يبقى استوى. بعدين بقى بنضيف الاضافات اللي انتوا حابينها. حابين تضيفوا بقى لحوم، حابين تضيفوا دواجن براحتكم، حابين تضيفوا شاورما، فاهيتا، كل واحد يضيف اللي هو حابه. احنا هنا مش هنعملها غير واحده بالبيبروني اللي هو اللانشون، واتنين بالجبنه. ال3 احلى من بعض بصراحه، والتسويه بتاعتهم بيرفكت حلوه جدا، والجبنه بتمط رائعه رائعه بجد. بس للاسف يعني احنا ما لحقناش نصورها اصلا. احنا يا دوب خرجت من الفرن صورتها، ما لحقناش نصورها بعدين تاني لان ما فيش وقت كنا نصور بصراحه. كله كان جعان وعاوز ياكل. ففي حاجات انا يا دوب بنزلها بس مش بقطعها، يعني مش بلحق عموما يعني. كده خلاص احنا ضفنا الزيتون، وهنضيف البصل
هنا كده هنضيف البصل. البصل بيدي طعم حلو قوي على فكره. بصل قطعيها جوليان، بس يروح قطعيها رفيعه، يعني خلي الجوليان معاكي يبقى رفيع علشان الطفل بس ما يحسش بيها. كده كده هي تحت الجبنه مش هتبان. بعد ما اخدت طبعا في الفرن، بصوا في حدود 12 15 دقيقه هتلاقيها اخدت لون من تحت والعجين بتاعك استوى. انا خرجته اهو. على فكره لو عايزه تخرميها بالشوكه العجينه قبل ما تدخليها الفرن خرجيها. انا ما خرمتهاش لسبب، لان انا اصلا فرداها بسمك رفيع مش فرداها بسمك تخين. لو انتوا فرداها تخين خرميها، بس انا لا، انا فرداها رفيع. هنا انا استعملت جبنه الحمد، هي مش بتمط للدرجه يعني بس شغاله. فبعد ما خرجتهم كده من الفرن ضفت عليهم الجبنه. الكيس هقول لكم تاني، الكيلو هيعمل 3 بيتزات بس مش اكتر من كده. هنضيف الجبنه هنا بالكميات اللي احنا عايزينها، وبعدين هضيف بقى البيبروني اللي هو اللانشون اللي احنا عملناه. بيدي طعم حلو قوي على فكره. جربوا الطريقه بتاعه اللانشون دي بجد هتعجبكم، هتنبهروا منها والله. انا ما اعرفش سعره وصل كام بره. هو انا مش بتكلم على السعر، انا بتكلم عن النظافه. اللانشون بره كله على فكره المصنع في ماده معرفش اسمها ايه، 120 او ايه 112 حاجه زي كده. الماده دي مسرطنه، الماده اللي هي لونها احمر، واي حاجه عموما فيها لون احمر بتلاقيه زاهي في نفس الماده دي. ادخلوا على جوجل واكتبوا ايه 112 او ايه 120، هتلاقوها الماده دي وهتعرفوا ان كلامي صح. لان قبل كده في دكتور محمد الفايد اتكلم عن كل المواد اللي هي موجوده في الحاجات المصنعات وبالتفصيل، وكمان بالكود بتاعها، بس انا مش متذكرها دلوقتي كلها، لكن كلها موجوده. هنا خلاص بعد ما ضفنا الجبنه هنضيف اللانشون بتاعنا كده بنفس الطريقه، هنرصه كده بشكل حلو، نفس اللي بتتجاب من بره او نفس اللي بنشوفها في الصور اللي بتبقى موجوده مثلا على الفيس او كده، بتبقى نفس الشكل. البيبروني في الاخر بيستوي، بتلاقيه حتت معوجه كده شويه، بس طبعا لونه مش زي لون اللانشون، لونه فيه احمر شويه سنه، فطبعا مش حاجه طبيعيه يعني. كده خلاص هندخلها الفرن تاني. الجبنه معانا تسيح. في حاجه بقى، لو انتوا حابين بس الجبنه تسيح ويبقى لونها ابيض براحتكم، حابين الجبنه تسيح وتاخد لون محمر شويه على ذهبي از يو لايك براحتكم. احنا وصلنا للدرجه دي، احنا عايزين لونها كده، لكن انتوا عايزين لونها فاتح شويه عن كده، يعني كل واحد حر. انا هنا شغلت الشوايه طبعا، بعد ما ساحت الجبنه بقت بيضه معايا، شغلت الشوايه علشان اخد الدرجه دي. لو انت عايزاها بس تسيح ومش عايزه لون براحتك، ولكن لما بتشغلي الشوايه بتاخدي لون ذهبي احلى. دي اللي هي بالجبنه ساده من غير اي حاجه، بس بالخضار وبالجبنه، دي رائعه بجد، رائعه رائعه. طبعا شكلها واضح عليها من غير ما نقطع ومن غير ما نعمل اي حاجه، بس كده. جربوها البيتزا دي، طريقه التسويه حلوه جدا، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب.